هل الصدمة النفسية تعني أنك مريض عقليا؟ كثير من الناس يعتقدون ذلك، لكن الحقيقة مختلفة تماما. تخيل أنك تعرضت لحادث خطير أو فقدت شخصا عزيزا فجأة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت تعاني من كوابيس، خوف مستمر وتوتر لا يهدأ. هذا ليس ضعفا، هذا ما يسمى باضطراب ما بعد الصدمة. الصدمة النفسية هي رد فعل طبيعي لحدث غير طبيعي. عقلك يحاول حمايتك، لكنه يبقى عالقا في تلك اللحظة المؤلمة. لكن هذا لا يعني أنك تعاني من مرض عقلي. الأمراض العقلية مختلفة، هي اضطرابات تؤثر في طريقة تفكيرك، مشاعرك وسلوكك، وقد تظهر دون وجود حدث صادم واضح، مثل الاكتئاب أو الفصام أو اضطراب ثنائي القطب. الفرق بسيط لكنه مهم. الصدمة النفسية هي تجربة مررت بها، أما المرض العقلي فهو حالة تحتاج إلى تشخيص وعلاج متخصص. الأهم من ذلك كله أن الصحة النفسية ليست ضعفا، بل وعي وفهم وشجاعة في مواجهة نفسك، لأن أول خطوة في التعافي هي أن تفهم ماذا يحدث داخلك. وفي النهاية تابعي للمزيد من المحتوى المفيد، وشكرا.